المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. جثة فرعون آية من آيات الله، حفظها الله حتى يراها العالمين، وهي معجزة باقية للناس حتى يوم القيامة، فسبحان الله. دعونا أولا نتعرف أكثر على من هو فرعون وموريس. فرعون هو طاغوت طغى وتكبر وتجبر ونادى بأنا ربكم الأعلى. أما موريس بوكاي فهو عالم فرنسي وعبقري الجراحة الأول في العالم وأستاذ التشريح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة سبب إسلام موريس. يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك. لقد طلب فرانسوا ميتران الرئيس الفرنسي الراحل من مصر أن يستضيف مومياء الطاغوت الفرعوني، وهذا كان في نهاية الثمانينيات، وطلب من العالم الفرنسي موريس أن يقوم بإجراء فحص للمومياء وترميمها. بعد ذلك استقبل مومياء فرعون في فرنسا. عند سلم الطائرة تخير الرئيس الفرنسي أفضل الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، وذلك لحضور مراسم استقبال فرعون في فرنسا باعتباره ملك فرعوني مصري. وبعدها تم حمل المومياء بموكب ثم إلى جناح خاص، وبعدها نقلت المومياء إلى جناح خاص بداخل مركز الآثار الفرنسي، والتف حوله أكبر علماء الآثار في فرنسا وأطباء الجراحة والتشريح، وكانوا تحت قيادة البروفيسور موريس بوكاي. وعند دراسة مومياء فرعون كان كل العلماء يسعون إلى ترميم الجثة، بينما كان بينهم موريس يسعى إلى اكتشاف كيف مات فرعون. من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال ظهوره جاي لنا الدنيا حال. وأثناء فحصه الدقيق للمومياء، لأنه كان يراها غريبة جدا غير مشابهة لأي من جثث الفراعين التي قام بتحنيطها قبل ذلك، وعندما قام بفك أربطة التحنيط فوجئ بأن يده اليسرى قفزت باتجاه الأمام، وهذا أوضح له أن من قام بتحنيط يده قام بتحنيطها إجبارا على وضع غير وضعها الطبيعي. ولم يهدأ للعالم موريس بال حتى قام بكل الدراسات، حتى توصل إلى نتائج، وهي أن كانت بقايا الملح العالق في جسد الفرعون بالإضافة إلى صورة عظامه المكسورة بدون أي تمزق في الجلد، وهذا ظهر بواسطة أشعة إكس. وهذا ما أكد لموريس أن فرعون مات غرقا بالبحر، وقوة اندفاع المياه هي التي تسببت في كسر عظامه. أما عن يده فاتضح أنه كان يمسك بيده شيئا مائلا كمثل درع أو سيف، وأن اندفاع الماء أدى غالبا إلى تشنجات في يده أدت إلى هذا الوضع الذي لم يتمكن المحنطون إلى وضع يده على صدره كباقي الفراعين، وذلك أدى إلى وضعها إجبارا. ولكن الأمر الغريب الذي جعل موريس في حيرة من أمره، لماذا جثة فرعون أكثر سلامة من غيرها برغم من أنها أصعبهم لأنها تم استخراجها من البحر؟ وعند ذلك ازداد موريس سعادة، وقرر إعداد تقرير يوصل إلى العالم به نجاحه واكتشافه قصة موت فرعون التي لم يكتشفها غيره بالعالم، وهي أنه مات غرقا. وعندها جاءه أحدهم قائلا له شيئا أذهله: لا تتعجل مسيو موريس، فإن المسلمين يعرفون أن فرعون قد مات غرقا بالبحر، فإن قرآنهم الكريم أوضح لهم ذلك منذ قرون عديدة. ولكن موريس استنكر ذلك بشدة، وصرخ في وجهه متعجبا قائلا: هذا الاكتشاف لا يتم إلا بواسطة تطور العلم الحديث من خلال أجهزة حاسوبية حديثة ذات دقة بالغة. هذا بالإضافة إلى أن جثة فرعون لم تكتشف إلا في عام 1898، وأيضا البشرية بأكملها لم تعلم شيئا عن قيام قدماء المصريين بتحنيط جثث الفراعنة إلا منذ عقود قليلة، فكيف القرآن أبلغهم بذلك منذ قرون؟ جلس موريس بوكاي محدقا ليلة كاملة بمومياء فرعون،
مناجيا نفسه بعد أن قرأ الكتب السماوية القرآن والتوراة. When I finished my studies, thanks to God, I was in a position to read the Quran. وهنا توصل إلى أن قرآن المسلمين فقط يتحدث عن نجاة جثة بعد الغرق، بينما جميع الكتب المقدسة الأخرى تتحدث فقط عن غرق فرعون أثناء مطاردته لسيدنا موسى عليه السلام بدون ذكر مصير جثمانه. قرر قراءة التوراة جيدا مرة أخرى فوجد فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر ولم يبق منهم أحد. وشرد موريس مفكرا: لماذا وكيف؟ وهل يصدق أن هذا هو محنة فرعون الطاغوت الذي طارد موسى؟ وهل حقا محمد رسول المسلمين يعلم هذه الحقيقة منذ آلاف السنين؟ You have the science and you have religion. I said to myself, something is going wrong. وبعد أن قام العلماء بترميم جثمان فرعون أعيد مرة أخرى إلى مصر. إلا وجهه كلها يا مكان إسلام موريس في مصر. إلا وجهه كلها لك. بينما موريس ظل حائرا حتى أخذ قرارا بالذهاب إلى مصر والتحدث مع العلماء المسلمين المسؤولين عن مومياء فرعون، وقاموا بتشريحها. وكان أول سؤال له هناك: ماذا اكتشفوا من نجاة جثة فرعون بعد الغرق؟ فأحضر أحد العلماء له المصحف وقرأ له: بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم. وهنا وقف موريس أمام الحضور وصرخ: لقد دخلت الإسلام وآمنت بالقرآن. وعاد موريس بوكاي إلى بلده مسلم، وبعدها ظل 10 سنوات يعمل بدراسة القرآن الكريم وتطابقه مع الحقائق العلمية الحديثة، وتوصل في النهاية إلى قول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبعدها قام بتأليف كتاب القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، فسبحان من تؤلف له القلوب. هذا الكتاب أثر غضبا شديدا. وجد أن القرآن ليست فيه ثمة شائبة فيما يتعلق بالعلم الحديث. هذا أعطاني فرصة لمعرفة فكر موريس بوكاي أكثر. 1300 آية تتكلم عن العلم والعلماء. إلا وجهه كلها لك. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين. ولكي يصلك منا كل جديد ما عليك سوى الاشتراك بالقناة. لماذا الاشتراك بقناة المجلة؟ عند الاشتراك بالقناة يصلك أسبوعيا أجمل الفيديوهات الثقافية والترفيهية وجديد الأفلام الوثائقية المدبلجة. فريق متكامل يسعى لإثراء المحتوى العربي وزيادة الرصيد المعرفي لدى المواطن العربي على اليوتيوب.